الحمد لله حمدا حمدا حتى يرضى، والشكر لله شكرا شكرا حتى يرضى، ثم الصلاة والسلام على سيد ولد عدنان محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. حياكم الله وبياكم مجددا في برنامجكم فاسألوا أهل الذكر مع الشيخ والدكتور حسن سلمان. حياكم الله شيخنا. أهلا وسهلا ومرحبا بك والمشاهدين. حياكم الله شيخنا. بداية كل ذي بدء قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال أيضا: فادعوا الله مخلصين له الدين. فإن موضوع فقه الدعاء موضوع مهم وحافل للغاية، لأنه لغة التواصل الأسمى بين العبد وربه، وهو أيضا من فقه الدين، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن فقه الدين فقه الدعاء. بداية شيخنا، ماذا نعني بفقه الدعاء وما هي أنواعه؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، موضوع الدعاء هو من الموضوعات المهمة جدا، ويكاد يكون من الموضوعات المركزية في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن جوهر الدين هو التعبد لله تعالى، وجوهر الدعاء يرتبط بالتعبد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدعاء هو العبادة. الدعاء هو العبادة. وكذلك الآية التي تلوت في مقدمة الكلام: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وكذلك في حديث إبراهيم مع أبيه: فلما اعتزلهم وما يعبدون، فلما اعتزلهم وما يدعون. فتلاحظ بأن موضوع الدعاء والعبادة دائما في ارتباط مباشر، وبالتالي هو جوهر الدين. يعني موضوع الدعاء هو جوهر الدين. ويتفرع عن موضوع الدعاء في النواحي العملية في أركان الإسلام موضوع الصلاة. الصلاة لها علاقة مباشرة بموضوع الدعاء. فلو سئلنا الآن ما هي الصلاة؟ الصلاة يقول لك هي الدعاء. لغة هي الدعاء، بمعنى هي التي تحقق الوصل بين العبد وبين الله. الطريقة الوحيدة التي نتواصل بها مع الله سبحانه وتعالى هي الدعاء. هذه الطريقة المثلى، الطريقة الأسمى هي الدعاء. وموضوع الدعاء في كتاب الله سبحانه وتعالى كمفردة بأنواعها، سواء كانت اسما أو فعلا، سواء كان مثلا سميع الدعاء، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، سواء كانت اسما أو فعلا، وردت 90 مرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. 48 مرة من هذه المرات وردت اسما، اسم الدعاء، و42 مرة وردت في صيغة الفعل، صيغة الفعل. إذا تلاحظ هنالك حشد في المفردة القرآنية عن موضوع الدعاء. لكن من حق الناس أن تسأل: ما هو الدعاء أصلا؟ حتى نحن نعطيه هذه الأهمية، والقرآن الكريم يعطي هذه الأهمية. في اللغة العربية لأن موضوع الدلالات عموما قد تكون في دلالة لغوية، دلالة شرعية، دلالة عرفية، دلالة اصطلاحية. هذه عموما موضوع الدلالات، والدلالات لها علاقة بالمدلولات. فالدلالة هي عبارة عن المفردة من حيث استخدامها، من حيث إطلاق المفردة في ذاتها. فنحن عندما نقول دعاء، هذه مفردة لها مدلول في الواقع، لها مدلول في الواقع. وهنالك على كل في علم المنطق في كيف تعمل الدلالة مع مدلولها، هذه قضية أخرى. لكن خلينا الآن نقول والله مفردة الدعاء هي طلب الأمر أو طلب الشيء. يعني لما شخص يطلب شيء من آخر فهذا يسمى دعاء، هذا يسمى دعاء. ولكن لما تكون هذه المسألة دائما يعني طلب الأمر أو طلب الشيء، أحيانا قد تكون هذا الطلب طلب من أدنى إلى أعلى، وأحيانا يكون الطلب
من أعلى إلى أدنى، من أدنى. فالله عز وجل مثلا يطلب منا أن نقيم الصلاة، ويطلب منا أن نصوم، ويطلب منا أن نوحده، وأقيموا الصلاة أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا طلب، لكن هذا الطلب الذي هو من الأعلى إلى الأدنى يسمى أمر، يسمى أمر. فالله يأمرنا لا يدعونا، الله عز وجل بصيغة الدعاء بالنسبة لنا. نعم. بالنسبة لنا نحن المخلوقات، عندما نقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اشفني، رب كذا، رب كذا، أنت في طلب، ليس كذلك؟ والطلب في صيغة أمر. لكن هذه الصيغة بما أنها من الأدنى إلى الأعلى فهي دعاء وليس أمر، فالله لا نأمره ولكن ندعوه. هذه المسألة اللغوية، يعني تغير المعنى بلسان القائل. طبعا يعني أنت فعلا الآن من حيث لا تقول رب آتني في الدنيا حسنة، آتي أفعل، لكن هو الله، لا أحد يأمر الله تبارك وتعالى، ولكن الله يأمر الخلق جميعا. أمره نافذ. نعم، أمره نافذ في الناس، وعدل في قضاؤك طبيعة الحال. فهنا الدعاء هو طلب الفعل، فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، وإذا كان من الأدنى إلى الأعلى هو دعاء بالمعنى التعبد الذي نتكلم عنه. وكما تفضلت يكتسب هذا الطلب، أي طلب العباد لخالقهم، في أنه جوهر العبادة، أن ندعو الله، أن نسأله، أن نطلب حوائجنا من الله سبحانه وتعالى. هذا جوهر التعبد. لماذا جوهر التعبد؟ لأنك تخلق صلة بينك وبين الخالق. لدرجة الصحابة هي القضية كلها صلة، أقم صحيح. الصلة بينك وبين الله. صحيح. أي أقم الصلة بينك وبين الله سبحانه. فمن قطع الدعاء مع الله قطع الصلة مع الله. ولذلك سبحان الله حتى الذين تكلموا عن قضية إن والله تارك الصلاة يكفر أو لا يكفر، اعتبروا إذا كان أصل الدعاء موجود وأصل المسألة موجود، لأن الإنسان المتعلق بالله لا يكاد يخلو إلا من سؤال خالقه، ما يخلو من أن يسأل خالقه. صحيح. يسأله صباحا مساء، يسأله في حوائجه. فإذا توفرت هذه الحالة من الدعاء وهذه الحالة من الصلة فأصل الإسلام والإيمان موجود. هكذا يقولون الذين لا يكفرون تارك الصلاة، ويعتبروا الصلاة صاحب بتاعت الحركات هذه اللي فيها ركوع وسجود، هذه مظهر من مظاهر الدعاء ومظهر من مظاهر الصلة اللي هي متواجدة أصلا بإقامة علاقة توحيد مع الله وعلاقة اعتراف مع الله سبحانه وتعالى. فباختصار شديد موضوع الدعاء موضوع مهم جدا في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وله علاقة بهذه طبيعة الصلة بين الخالق والمخلوق في المسألة. ويأخذ هذا النوع من الدعاء في كتاب الله مسارين. المسار الأول هو دعاء المسألة اللي نقول فيه ربنا آتنا، ربنا كذا، أفعل، أشفنا، قوينا كذا، هذا يسموه دعاء المسألة. دعاء المسألة. النوع الآخر من أنواع الدعاء هو دعاء الذكر. هو دعاء الذكر. فأنت عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، في حقيقتك تدعو الله. أنت تدعو شنو؟ تدعو الله، لكن هنا بصيغة الذكر وليس بصيغة السؤال. فنحن في حياتنا أدعيتنا عموما تأخذ هذين المسار، إما أن نكون في حال السؤال لله سبحانه، وإما في حالة تمجيد وثناء وتبجيل لله سبحانه وتعالى. وبذلك يحقق الإنسان عبودية الله سبحانه وتعالى، بذلك يحقق عبودية الله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله هذه الخاصية، هذا الفضل العظيم لا يناله كل إنسان. كثير من الناس محرومين من لذة المناجاة مع الله سبحانه وتعالى، بل كثير من العارفين بالله سبحانه وتعالى يرون بأن لذة المناجاة والوقوف بين يدي الله والخلوة مع الله ومخاطبة الله في السراء والضراء هي أعظم ما يتلذذون به، أعظم ما يتلذذون، بل يخرجون من عذاباتهم وآلامهم ومشكلاتهم وقضاياهم العويصة والكبيرة، يخرجون منها بلذة الدعاء. تجدهم ينفصلوا تماما عما هم فيه من آلام وإشكالات بمجرد دعاء الله سبحانه وتعالى. فإذا موضوع الدعاء هو تقريبا، وبالتالي فإن الدعاء مهم وهو علم كما تفضلت، يعني فعلا علم من العلوم العظيمة التي نحن فعلا بحاجة إليها. لأنه أنت عندما تقول والله حقيقة الشيء وضوابط الشيء وأركان الشيء وشروط هذا الشيء وآدابه، أنت تتكلم فعلا عن علم، ما تتكلم عن قضية مجهولة، لا، أنت تتكلم عن قضية له أصول وله قواعد وله ضوابط وله منهيات وله موانع وله كذا، وبالتالي هو هو علم. وبالتالي أن نقول نحن مثلا هذه الحلقة عن فقه الدعاء
من هذه الزاوية. معنى الدعاء له إيه؟ له فقهه وله فهمه وله علمه وله ضوابطه وله أهدافه التي يرجوها الإنسان الذي يدعو الله سبحانه وتعالى. لا يعني لدرجة الصحابة كانوا يسألوا الله شراك نعلهم. نعم. للدرجة هذه سبحان الله. الصحابة علمهم النبي صلى الله عليه وسلم الاستغناء عن الخلق. بعضهم كان يقول إذا سقط مني صوتي وأنا على رأس الجمل دعوت الله. لا، قال ما أطلب من أحد حتى لا يكون داعيا لغير الله. صحيح. يقول أنزل بنفسي وأخذ إيه؟ بل لكن في موضوع سؤال الله عز وجل كان الواحد منهم يسأل الله لو أن نعاله حصل فيها خرق، حصلت له مشكلة، فكانوا متعلقين بالله في كل شيء. يعني كأنما تقول أنت لست يا ربي في غنى عنك، لا في صغير الأمور، في صغائر أموري ولا في كبائرها، أنا بحاجة إليك. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي طرفة عين أكن من الهالكين، أكن من الخاسرين. فعلا لو وكلك الله إلى نفسك لحظة هلكت. الكون كله لو أن الله سبحانه وتعالى أخذته سنة، ونفع عن نفسه لا تأخذه سنة ولا نوم، لكنه تصور ما الذي يمكن أن يكون في هذا الكون الفسيح الذي هو ينضبط بحركة، يعني بأمر الله وإرادته وقدرته وعلمه. فمسألة الدعاء فعلا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا متعلقين بالله أشد التعلق، لأنهم تربوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. نتعمق قليلا شيخنا في موضوع الدعاء وننتقل إلى شروط الدعاء وآدابه. نعم. موضوع الدعاء بطبيعة الحال، ونحن أكدنا على جوهريته وأنه مقصود وأنه محبوب لله سبحانه وتعالى. وشوف الفرق سبحان الله، يعني كما قال القائل قال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. ولذلك كان أحد الشعراء يتعجب عندما الناس والله يدعون الله سبحانه وتعالى في مواطن ليست مواطن، يعني لما تأتي إلى القبور وتأتي إلى الأضرحة وتسأل الأموات وتسأل الذين في هؤلاء القبور، كان يرى ذلك مشكلة كبيرة جدا. وبالتالي نحن نؤكد على أول أهمية الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأنه واحد من الأشياء الأربع التي يقع فيها الإشراك بالله سبحانه وتعالى. يقع الإشراك في الدعاء، ويقع الإشراك في المحبة، ويقع الإشراك في القصد والإرادة، ويقع الإشراك كذلك في الحكم والطاعة. هذه 4 قضايا يقع فيها، لكن أهم واحد فيها اللي هو له علاقة بالشعائر اللي هو شرك الدعاء. فالله سبحانه وتعالى أول منع أن يشرك به في هذا الباب، وحرم الله تبارك وتعالى أن تدعى الأصنام أو أن تدعى الآلهة التي يسميها الناس آلهة من ملائكة من جن من أولياء الصالحين أيا كان. الله سبحانه وتعالى منعا باتا من أن يشرك به، وبل قال لهم إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فالله سبحانه وتعالى جعل موضوع الدعاء مختص به جل جلاله، فهو الذي إذا دعاه الناس يستجيب. وقال تبارك وتعالى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن الله سبحانه وتعالى جعل أول باب الدعاء مفتوح، باب الدعاء مفتوح، وبل وعد الله بأنه يجيب الدعاء. قبل أن نأتي إلى موضوع الشروط لابد أن نضع هذه النقاط، أن بابه سبحانه وتعالى مفتوح للجميع، وأن الله سبحانه وتعالى يحب الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى يستجيب الدعاء، وأن الله سبحانه وتعالى وحده مختص بالاستغاثة والنداء والدعاء والذكر وحده جل جلاله، لا أحد يستطيع أن يفي لك بما يمكن أن يفي به الله سبحانه وتعالى. ذكرت الآن شيخنا أن الدعاء للجميع. نعم. للمسلم والكافر نعم رب الكل. الكل يدعو الله سبحانه وتعالى بلا استثناء، يعني لأنه ربهم الكل. الكافر يدعو الله، المسلم يدعو الله. المسلم يدعو الله دعاء موحد، وغير المسلم يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء اعتراف بالرب، بغض النظر هو مصيب في تصوره للرب، هل ما يتلقاه عن الله يعني من رسالات من أنبياء من أحكام يتلقاها بشكل صحيح أم لا، لكن أصل المسألة عنده أنه له خالق وله رب يتوجه إليه، مجرد إيمانه أنه في هذه رب. هي. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، المضطر هنا كل واحد،
قد يكون المضطر كافر، وقد يكون المضطر مسلم، وقد يكون المضطر جاهل، وقد يكون المضطر عالم. المهم في النهاية هذا المضطر الذي لم يجد سبيلا إلا أن يرفع يديه إلى السماء فالله يستجيب له. إذا نحن أول لابد من التأكيد بأن موضوع الدعاء من المواضيع المهمة جدا، له علاقة بأصل التوحيد، له علاقة بتوحيد الله، بمعرفة الله، بالاعتراف بأسماء الله، بالاعتراف بصفاته جل جلاله. فأنت عندما تدعو الله سبحانه وتعالى في إقرار كامل بألوهيته، إقرار كامل بربوبيته، إقرار كامل بأسمائه وصفاته، إقرار كامل بأنه وحده من يستطيع أن يلبي دعواتك ويستجيب لنداءاتك واستغاثاتك. إذن هذا المسألة والأصل في هذا الباب. الأمر الثاني فعلا موضوع الشروط. يعني أي إنسان يدعو يعني لا بد أن تكون هنالك شروط يراعيها هذا الإنسان، لا بد من شروط يراعيها هذا الإنسان. أهم شرط من شروط الدعاء أن يكون الإنسان واثق بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاء. فالذي لا، مقتضى ذلك الإيمان بالله، فالذي لا يؤمن بالله لا يدعوه أصلا، لا يدعوه. فشرط إنه الإنسان يعني يستجاب لدعائه أن يكون مؤمنا مؤمنا بالله في حدها الأدنى الذي نتكلم عنه، في أنه والله يقر بأن للكون رب ويلجأ إليه. هذه واحد. الأمر الثاني من شروط الدعاء أيضا المستجاب أن لا يكون الإنسان في عجلة من أمره. بعض الناس يحرمون بركة الدعاء بالعجلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد يدعو ويستجيب الله له ما لم يستعجل. قالوا: كيف يستعجل يا رسول؟ قال: يقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. طيب، من حق المستمع الآن والمشاهد يقول لنا: والله قاعد يحصل إنه والله يا أخي نحن قاعد ندعو الله ولا يستجاب لنا. هو صحيح بعض الناس يكون دعاؤهم مردودا، وهذه ممكن نأتي إليه. بعض الناس يكون دعاؤهم مردود، لكن بعض الناس يفسر معنى الاستجابة ومعنى القبول للدعاء بالمعنى العاجل. بالمعنى العاجل، إنه والله أنا دعوت الله، كنت مريض فدعوت الله أن يشفيني فلم يشفيني الله عز وجل. هنا يقول لك: ما استجاب الله لي. طيب، إيش الحل في هذا الموضوع؟ هل فعلا ما استجاب الله له؟ هنا طبعا الإمام أحمد في مسنده أورد حديث مهم جدا، وهو أن الاستجابة للدعاء تكون بثلاث طرق. أخفى الله عنا اثنين منهما وأبان لنا الواحدة. الذي يدعو الله سبحانه وتعالى ويستجيب له مباشر، هذا خلاص كشف له الأمر أنه استجيبت دعوته وهو يرتاح. طيب، الذي لا تحصل له الإجابة العاجلة، هل معنى ذلك حرم الإجابة مطلقا؟ استحالة. عليك النور. يعني لم يكن هنالك فعلا شخص أقبل إلى الله بصدق ومتوفر فيه، انتفت عنه الموانع والشروط متوفرة، إلا والله عز وجل قد استجاب دعاءه. لكن هنالك ثلاث أشكال من الاستجابة. الاستجابة الأولى هي الاستجابة المباشرة في الشيء الذي دعوت به، قلت اللهم أشفيني فشفاك. طيب، النوع الثاني من الاستجابة هو أن هنالك بلية ومصيبة ربما كانت ستنزل عليك، فبهذا الدعاء نحى الله عنك مصيبة كانت يمكن أن تقع عليك. هذه استجابة. لكن مشكلتنا نحن في عالم الماديات نرى ما دام الدعاء نحن دعونا الله بشيء معين وما نزل هذا الشيء نفسه فمعنى ذلك لم يستجب الله لنا، بينما هذا عالم غيب، وعالم الإيمان يقتضي أن تؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وآيات الكتاب. الله يقول لك: والله قد استجيب لك مباشر، وقد أصرف عنك من السوء القادم إليك بهذا الدعاء بحكمة أراها. أنا الحكيم، الله جل جلاله يفعل في ملكه ما يشاء، فتدبير الله لك خير من تدبيرك لنفسك. ربما أنت مصاب بشيء معين، ألم خفيف، حاجات بسيطة، ولكن كانت ستنزل عليك مصيبة عظيمة، إما بذنوبك إما بقضاء الله وأقداره، على كل فيصرف الله عنك ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القدر والدعاء يتصارعان. طبعا قبل كده يمكن تكلمنا في قضية نزول الأقدار في رمضان، فيها يفرق كل أمر حكيم، فتنزل علينا الأقدار السنوية في كل عام في رمضان تنزل، ثم تنزل بعد ذلك بالأيام وبالساعات. فهنا تأتي عملية المحو والإثبات وين؟ في هذا النوع الذي نزل إلى الملائكة. الله سبحانه وتعالى يكون في دعاء صعد إلى السماء، والله عز وجل استجاب بأنه هذا العبد والله أصرف عنه الشيء الفلاني، فتوجه الملائكة بأنه والله الشيء الفلاني أصرفوه،
فهنا يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده إيه؟ أم الكتاب. أم الكتاب، يعني قضية الأقدار الأساسية عنده سبحانه وتعالى. النوع الثالث من أنواع الاستجابة التي يغفل عنها الناس هي مسألة أن الله يدخر لك هذا الدعاء لحكمة أيضا يعلم. أنت مقصر في صلاتك، مقصر في صلتك، مقصر في صيامك، مقصر في أشياء، ولكنك بدأت تدعو الله تدعو الله تدعو الله، فلو عجل الله لك دعائك هذا في دنياك ربما ما نفعك كثير. صحيح. فحكمة الله تقتضي أن والله هذا العبد الذي يلهج بذكري ويدعوني سأدخر له هذا الأمر ليكون له إيه؟ ذكرا في الآخرة، ذكرا في الآخرة. وبالتالي هذه زي ما يقول الهدايا التي تراها يوم القيامة فتقول ما هذا يا رب، فيقول هذا هو دعاؤك الذي كنت إيه؟ تدعو. فنحن نريد أن نقول للناس بأن والله موضوع الأدعية لا تتطلب الاستعجال. أنت أدعو الله وتأكد أنك لا تخلو من هذه الثلاث، إما استجابة مباشرة، وإما صرف قدر سيء، وإما ادخار للآخرة، ويكون ذلك ربما أنفع لك وتقول ليت كل دعواتي ادخرت لي عند الله سبحانه وتعالى. فإذا نحن الآن الثقة بالله، الإيمان به سبحانه وتعالى، ترك أكل أموال الناس بالباطل، أكل الحرام، أطب مطعمك تكون إيه؟ مستجاب الدعوة. صحيح. هذا شرط أساسي. إنه والله النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن رجل قال رب أشعث أغبر، يعني في يطيل السفر، يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي شنو بالحرام، فأنا يستجاب. فهذه أيضا مانع من موانع الدعاء. وبالتالي طبعا شرط أن نقول شرط من شروط الدعاء أن يكون الإنسان مأكله إيه؟ مأكله حلالا، أن يكون مأكله حلالا. أيضا من الشروط في الدعاء ألا يكون هذا الدعاء فيه قطيعة رحم. هذا من الأشياء المهمة، ألا يكون فيه إثم ولا قطيعة رحم. لا يكون فيه إثم ولا، كيف معنى لا إثم ولا قطيعة رحم؟ إثم بمعنى شخص يقول اللهم مكنني من شرب الخمر، مكنني من الوقوع في الأشياء المحرمة. صحيح. بعض الناس والعياذ بالله يفكر في الباطل، يفكر في أكل الناس، في أكل أموال الناس، يفكر في الزنا، يفكر في الخمر، يفكر في أن يكسب قضية بالباطل، يفكر في أن يعني أشياء باطلة أو أشياء لا تصح له وهي آثام، ملذات الدنيا. فالدعاء في الآثام لا يستجاب. فإذا دعاؤك يجب أن يكون تدعو في أمر مشروع، تدعو في أمر مشروع، تدعو الله سبحانه وتعالى بالأشياء المشروعة. قطيعة الرحم، بعض الناس والعياذ بالله يدعو على أرحامه، يدعو على أرحامه. أنت أن تدعو على الرحم هذه فيها قطيعة. صحيح. فهذه أيضا من الأشياء التي الله سبحانه برحمته يعني يدعو أحيانا الوالد على ولده والولد على إخوانه. هذا التراحم، هذه الأشياء التي فيها يعني قطع للوصل بين الأقارب، الله عز وجل أيضا إيه؟ منعها وحرمها. أيضا من الشروط الأساسية في موضوع الدعاء أن لا يكون هنالك اعتداء في الدعاء. اعتداء في الدعاء. الاعتداء في الدعاء بمعنى أن الإنسان يسأل الله سبحانه وتعالى ركب الكون بقوانين بينها لنا وسنن، بمعنى الله عز وجل جعل الولد مرتبط بالزواج. صحيح. مش كده؟ شخص ما يتزوج ولا يريد يرتبط بالنساء ويدعو الله شنو؟ أن يرزقه الولد. كيف هذا فيه نوع من الاعتداء، فيه نوع من شنو؟ من الاعتداء. الله سبحانه وتعالى قال لك والله يا أخي أنت تزوج، هذه الوسيلة الطبيعية للإنجاب أنك تتزوج، الوسيلة الطبيعية لأن تخرج الحرث أن تزرع، الوسيلة الطبيعية لأن يعود لك عائد تجاري أنك إيه؟ تتحرك في التجارة، وهكذا. لكن شخص جالس في مكانه ولا يحاول أن يبذل سببا شرعيا، والله عز وجل ركب في هذا الكون العوالم ركبها بأسبابها، فهذا فيه نوع من إيه؟ من أيضا أحيانا يدعو الإنسان بأمر قضى الله أن لا يكون، يقول يا رب لا تمتني، الله يقول كل نفس ذائقة إيه؟ ذائقة الموت، أنت ميت. أدعو الله بطول العمر، أدعو الله بالبركة بالقوة في مدة حياتك، لكن ما تدعو الله بإيه؟ أن لا يميتك. مثلا تقول اللهم لا تأخذ أحدا من أبنائي، استحالة. هذه كلها قضايا تعتبر اعتداء في شنو؟ في الدعاء. أنت أسأل الله لهم الصلاح. مثلا تقول اللهم لا تعذب أحدا من البشر، قضى الله أنه سيعذب كثير من البشر. هذه كلها قضايا إيه؟ قضايا اعتداء في الدعاء. على كل هذه تدخل فيما يتعلق بموضوع الشروط وموضوع كذلك الموانع. أيضا من الشروط أو تكون من الموانع وهو أن الإنسان تكون له وسائل شرعية شرعها الله له ولم يسلكها ثم يدعو على الناس. مثلا
شخص عنده امرأة سيئة الخلق، امرأة سيئة الخلق وتعبان معه، وكل يوم قدر ما تتكلم معه يمشي يشيل الصلاية ويدعو إيه؟ يدعو عليها. شخص آخر داين شخص أو أعطى شخص دين ولم يكاتبه فشعر بالظلم، هذاك نكر الدين. لاحظوا قضايا مهمة أنبه له. شخص آخر تعامل مع شخص في تجارة، وهذا الشخص جاهل بالتجارة وأعطاه أمواله وليس أهل للتجارة، ثم شعر بأن هذا الشخص خرب الأموال وبدأ يدعو إيه؟ يدعو. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم دعاء، ثلاثة لا يقبل الله لهم: رجلا تزوج امرأة سيئة الخلق ولم يطلقها، ورجلا آتى رجلا دينا ولم يكاتبه، ورجلا آتى ماله سفيها وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا أموالكم لا تؤتوا أموال السفهاء. طيب هنا الإمام العلامة الشاطبي عليه رحمة الله قال لماذا لا يرفع الله لهم دعاء؟ قال لأن الله جعل لهم سبيلا شرعيا ولم يسلكوه. انت ليش بتدعو عليه هذه المرأة اللي انت والله سيئة الخلق ما قادر تعيش معها؟ لا تدعو عليه، طلقها. هذا المقصود، مش معنى تحريض على الطلاق، لا صحيح. يعني المقصود ليس هنا كلامي ليس تحريض على، لكن مقصود امرأة سيئة الخلق لم تعجبك، لا خلاص ما ضايق الدنيا معها، لا تدعو عليها. فراق بإحسان، فراق بإحسان. شخص داينت كاتب، اكتب الدين حتى لا ينكرك. هذا السبيل الشرعي الذي أمر الله: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وأنت لم تكتب الدين. هذا غلطك، هذا غلطك. لا تحاول الآن أن تضبط الأمور بالدعاء. أيوة. شخص مشى نزل السوق بدأ يبحث عن الخبراء ورجال المال الناجحين، شاف له واحد كده بتاع سمسرة وما عنده أي خبرة ولا سأل عنه، والراجل ما يعرف شيء، نزل السوق وضاعت القروش. من المسؤول؟ مسؤول منها أنت. لماذا؟ الله عز وجل قال لك لا تؤتي الأموال شخص ليس بخبير، ولا تؤتي السوق. السفاهة هنا معنى الشخص غير الخبير، غير الراشد في شأن، أي غير المعني بالشؤون المالية، فأنت دخلت مع هذا ثم تدعو عليه. هذه قضايا على كل ثلاثة قد تكون نموذج لإيه؟ كل شخص جعل الله له سبيلا مشروعا أن يسلكه ولم يسلكه ثم يدعو على الناس، لا يقبل الله له أيضا دعاء. نعم ما شاء الله. تمام شيخنا. بالعموم شيخنا يعني استشفيت بكلامك لأنه من الصعب جدا إنه الله يرد أحد دعاء صفرا. قليلة جدا، قليلة يعني جدا. موضوع الرد، شوف الباب الواسع هو باب القبول، صحيح، باب الإجابة، باب أحيانا سبحان حتى العصاة يقبل الله لهم دعاء مع كثير من التضرع. يعني أحيانا يكون في واحد صالح ولكنه ليس متضرع ولا خاشع ولا باكي ولا ذليل، فلا يقبل الله له. وشخص آخر عنده ذنوب وعنده معاصي وكذا، ولكنه يقبل على الله بانكسار وخشوع وتضرع وفي الليل ومعها شيء من الدمعة ومع شيء من الإقرار، مع شيء من الإخلاص، تجد هذا يستجيب الله له وهذا لا يستجيب الله. فموضوع الدعاء يجب أن نربطه بصفاته ومميزاته: قضية التضرع، قضية الخشوع، قضية المسكنة بين يدي الله، قضية الإقرار بعبوديتنا لله سبحانه وتعالى. هذه سبحان الله تجد تفتح المقاليق، تفتح لنا المقاليق. نعم تمام. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونواصل، انتظرونا. أعزائنا المشاهدين، يمكنكم الآن متابعة بث قناة سلام الفضائية عبر قمر سهيل سات على الترددات التالية: يا معاشر المؤمنين، التوجيه النبوي لكم أنتم
أنتم أيها الشعوب المعنيون بهذا، فأين القلوب المؤمنة التي تطاطئ رأسها لله سبحانه وتعالى وتتسابق في أوامر الله من الحجاب والعفة والصلاة والصيام والزكاة؟ هذا الفتى خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا مخلصا مدافعا لهذا الدين. هذا هو ديننا وهذه هي رسالة سلام. دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة، مجموعة من القصص والحكايا الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل، ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن، مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر، على شبكة سلام الإعلامية. مرحبا بكم مشاهدينا بعد فاصل قصير. مرحبا بك شيخنا، نجدد الترحيب بك. أهلا وسهلا، مرحبا، حياك الله. سؤال مهم للغاية شيخنا، في أنه كيف كان التعامل الرعيل الأول والسلف الصالح مع موضوع فقه الدعاء؟ بالنسبة للصحابة رضوان الله عليهم والسلف، خاصة التابعين الذين تربوا أيضا على يد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنهم العلم والفهم والعمل، كانت طريقتهم تقريبا طريقة القرآن الكريم فيما يتعلق بالدعاء وفقه الدعاء وضوابط الدعاء وما ذكرناه من شروط الدعاء. فأولا كانوا بطبيعة الحال أكثر تعلقا بالله سبحانه وتعالى، وما كنا مثلا نسمع في العهود الأولى مثلا من الصحابة والتابعين وغيرهم مثلا من وقوع الشرك منهم، مثلا الشرك الأكبر خاصة لماذا؟ لأن جوهر التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يخرج الناس في دعائهم من دعاء غير الله إلى دعاء الله سبحانه وتعالى. هذه المسألة التي يعني أبعد الله سبحانه وتعالى فيها الوساطة حتى في السؤال. في القرآن الكريم كثيرا ما نجد ويسألونك فيقول الله قل يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن المحيط قل المحيط، وهكذا. إلا في الدعاء الله سبحانه وتعالى قالوا إذا سألك عبادي عني فإني مباشرة، ما قال له فقل. فشوف سبحان الله، هذه واحدة من إعجاز القرآن الكريم في كيف أن المناسبة في الألفاظ في السياقات تكون حساسة إلى هذه الدرجة. حتى في موضوع الإجابة يمكن أن يقول له قل له، لكن الله عز وجل لأن الدعاء لا يحتمل الوساطة ولا يريد وسائط، يريد أن ينفي فكرة الوسائطية هذه، لأن فكرة للأسف الشديد انتشرت حتى في الأديان أو الرسالات السابقة، كما هو الأسف الشديد في النصرانية التي تحولت من عبادة الله تبارك وتعالى إلى عبادة غيره. فموضوع السلف رضوان الله عليهم كانت أول هذه الصورة واضحة عندهم وناصعة بشكل كبير. الأمر الثاني، كان السلف رضوان الله عليهم أيضا يرون موضوع الدعاء بالشكل الذي ذكرنا. كانوا يرون أن الدعاء له شق تعبدي ذكري وله شق آخر مسألة، وكانوا سبحان الله يتميزون في الأمرين. كانوا كثير الدعاء في المسألة، يسألون الله سبحانه وتعالى في كل شيء كما تفضلت، في حتى الواحد لو أن شراك عليه فيه، فما بالك بأمراضهم وأسقامهم وآلامهم وجهادهم، هذه كله كان له علاقة بإيه؟
بدعاء الله سبحانه وتعالى. وكذلك الدعاء النوع الثاني اللي هو دعاء الذكر، ما أكثر ما كانوا يدعون الله ذكرا، وفي نفس الوقت كانوا سبحان الله فيما يتعلق بدعاء الذكر وبدعاء المسألة كان الأمر عندهم له علاقة بالتخفي، لأن القرآن الكريم أشار إلى هذا الجانب: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فموضوع التخفي بالدعاء، موضوع التخفي بالذكر، موضوع استحضار هذا المعنى، معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى، كان السلف على أشدهم في ذلك. تجد أن السلف رضوان الله عليهم مثلا ما كانوا يعني يتبجحون بأعمالهم، خاصة ما يتعلق بأعمال الذكر، وخاصة موضوع الذكر اللي هو ذكر الله وتمجيده، وهذا النوع من الذكر هذا طبعا من الأشياء التي اشتهر بها السلف رضوان الله عليهم، وكان لهم فيها على كل قدم السبق في ذلك، بحيث لا نستطيع أن نقول اليوم يمكن أن نجاريهم في هذا الجانب. لهم أذكارهم، أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار المرض وأذكار الأفراح. فموضوع الأدعية ستجد بأنه يتخلل حياة المسلم كلها. فكان السلف رضوان الله عليهم يتخلل من لحظة استيقاظهم على مستوى البرنامج اليومي، ويمكن أن نقول من لحظة ميلادهم كانت ترتبط عندهم فكرة الأذكار وفكرة الأدعية، فتجد أنت مجرد أن تولد يستقبلك أهلك بأدعية معينة، صحيح. ثم بعد ذلك صباحا ومساء أنت في دعاء إلى أن تكبر، ثم عندما تتولى أمرك بعد ذلك أنت تقوم بهذه الأدعية باعتبارها أشياء شعائرية تخصك بشكل مباشر. فهكذا السلف رضوان الله عليهم كانوا في هذا الجانب يمكن من أكثر الناس يعني دعاء لله سبحانه وتعالى بشقيه: دعاء الذكر ودعاء المسألة. ننتقل شيخنا إلى علاقة العلوم الشرعية مع فقه الدعاء والارتباط الجوهري أو الكلي بينهما. نعم، هو موضوع الدعاء ستجد بأنه له صلة بأكثر من باب. يعني يمكن أن يكون له صلة بعلم العقائد، عندما تتناول باب التوحيد ستجد أنه والله قضية الدعاء تحتل مساحة كبيرة جدا، إما أن تكون داعيا لله فتكون موحدا، وإما أن تكون داعيا لغيره فتكون مشركا بالله سبحانه وتعالى إذا دعا الشخص في ذاته، يعني أن يطلب الشخص مثلا الولد من غير الله تبارك وتعالى، أن يطلب الشفاء من غير الله تبارك. هذه الآن لا أتكلم عن الشفاعات أو بعض الناس الذين يعني يحدثون بدعا في التوسل في موضوع الدعاء، لكن أتكلم عن جوهر الموضوع. فستجد أحيانا يدخل معك الدعاء في باب العقائد، وأحيانا أخرى يدخل معك في باب الأحكام العملية كالصلاة. تجد الصلاة فيها كم هائل من الأدعية. أحيانا يدخل معك في أبواب الزكاة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن. هو موضوع الدعاء لهؤلاء الذين دفعوا أموالهم. ستجد أيضا الدعاء يتخلل الصيام. نحن باستمرار حتى آية إذا سألك عباد تخللت آيات الصيام، فالدعاء له صلة بهذا الباب اللي هو باب الصيام. الحج هو الركن الخامس من أركان الإسلام، يتخلله الدعاء من قولنا لبيك اللهم لبيك، أو لما نلبي بالحج يبدأ معنا تبدأ معنا الأدعية، وستستمر معك الأدعية إلى أن تعود من الحج. هكذا موضوع. فإذا أنت أمام حالة من الأحكام تتخلل العقائد وتتخلل الأعمال، تتخلل أركان الإسلام. ثم أيضا أنت في حالة ربما تتخلل أيضا جوانب أخرى من الجوانب السلوكية فيما يتعلق بالجانب السلوكي التعبدي مع الله سبحانه وتعالى، قضية الخفية، قضية الإخلاص، قضية مراعاة الشروط. يدخل معنا الآن كنا نتكلم عن قضية أكل الحلال، صحيح. ويدخل معك حتى في جوانب لها علاقة بالأكل والشرب. فموضوع إنه والله هذا الباب تحديدا باب الدعاء، بما أنه هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنما كل الطرق تؤدي إلى هذا الباب، كل الطرق ستؤدي إلى هذا الباب. ودعاء الله سبحانه وتعالى اللي بشقيه اللي ذكرناه، دعاء الذكر ودعاء المسألة، هما الناتج لكل أعمالنا في نهاية المطاف، ناتج لأعمالنا. وبالتالي هل هو والله هذا الموضوع بهذه الضخامة هو شيئا عشوائيا أم هو شيئا مرتبا؟
أم هو شيئا مرتب؟ هو بلا شك شيء مرتب، أن يكون الحديث عنه في كتاب الله، أن يكون الحديث عنه في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يتناول السلف رضوان الله عليهم هذا الباب ويصنفون فيه كثير من الكتب التي صنفت في هذا الباب، أبواب الدعاء، سواء في المفردة القرآنية في الدعاء، سواء في حقيقة الدعاء، سواء في ضوابط الدعاء، سواء في شروط الدعاء، سواء في موانع الدعاء، سواء في أوقات الدعاء، الأوقات التي تكون فيها الاستجابة والإجابة. إذا أنت أمام فعلا بوابة واسعة جدا من العلم التي ربما يمكن أن يتخصص فيها شخص، يعني يمكن لشخص أن يكون والله تخصصه في باب باب الدعاء، يعني فعلا يكون عالما بهذا الباب. أنا أتوقع لو أن شخص والله تخصص في باب الدعاء من حيث الحقيقة ومن حيث الأركان ومن حيث الضوابط، ستجد أن هذا الشخص له من العلم الغزير جدا اللي فعلا يؤهله لأن يكون في هذا الباب فقيه، يمكن أن يكون فقيه في باب في باب الدعاء. ثم إذا تدرج هذا الشخص سبحان الله سلوكيا وتدرج في باب المدارج التي يتكلم عنها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله، مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين، ستجد هذا شيء آخر، هذا أيضا علم أبحر في العلم، يبحر بشكل واسع جدا. وللناس في هذا الباب سبحان الله هنالك مقامات، هنالك أحوال. إذا اعتبرنا الدعاء مقام، اعتبرنا الدعاء من يدعو الله هذا مقام الداعين، شخص مرتبط بالله سبحانه ارتباط. لكن سبحان الله لهذا الذي يدعو في مقام من مقامات الدعاء، مع كل مقام هنالك أحوال. طيب إيش الفرق بين المقام والحال؟ المقام أمر كسبي، يعني أنت عندما تقوم بفعل هذا يسمى مقام، أنت تقوم بالدعاء، أنت تقوم بالرجاء، أنت تقوم بالتوكل، أنت تقوم بالخشية، هذه مقامات، مش كده؟ أنت تقوم بالشهادة، هذه آخر مقام وضعه ابن القيم مثلا في كتاب أن يكون الإنسان يبيع نفسه لله سبحانه، هذا مقام أعظم مقام. سبحان الله مقابل كل مقام هنالك حال. الأحوال هي شنو؟ الأحوال هي هبات ومنح وعطايا من الله، كأنما أنت والله قمت بحاجة وربنا يديك يديك حاجة، قمت بحاجة وربنا يديك حاجة، وهكذا. والذين اهتدوا زادهم هدى يهديهم ربهم بإيمانهم، كأن والله الإيمان أكسبنا أكسبنا هداية، صحيح، وجود الإيمان أكسب الناس هداية. فأنت سبحان الله في كل مقام ترتقي فيه في مقامات العبودية لله سبحانه وتعالى هنالك هبات وعطايا وأسرار ومنح. هذا طبعا الباب العظيم الذي يلج فيه العارفون بالله سبحانه وتعالى من أهل السلوك وأهل السير إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا باب واسع وباب عظيم، ويفتح الله سبحانه وتعالى فيه لعباده ما شاء، اللي هو في إطار بعد الإيمان، في إطار بعد الإيمان. وهنا طبعا أنا أحكي يعني قصة بسيطة جدا، هو أنه أحد لعله عطاء الإسكندري أظن، أو العطاء الإسكندري، جاءه رجل وقال له إني ذاهب إلى الحج استودعك الله، فودعه وقال له حفظك الله. ثم جاءه شخص آخر قال له يا شيخ أنا جهزت الراحلة وجهزت كذا وجهزت كذا ألف وكذا، فهل علي حج؟ هل يكفي ذلك؟ قال لا يكفيك، تحتاج إلى مزيد من التجهيز. استغرب القوم، قالوا له يا أخي هذاك جاءك صفر اليدين. قال والله جاءني مودعا ولا أعرف ما بينه وبين الله، هذا جاءني مستشيرا، هذا اللي جاء مستشير أشير عليه بما أعلم بمنطق دنيوي، بمنطق الدنيوي. أما هذا والله ما أعرف ما الذي له، هذا الذي قال استودعك الله ما أعرف بينه وبين الله إيش فيه. هذا اليقين، يعني هذه المقامات سبحان الله. كثير من الناس للأسف الشديد في ظل الاستقراق المادي الذي نعيشه نغفل عن أبعاد إيمانية هائلة تفتح للعارفين ولكن تحجب عن غير العارفين. فلما يتكلم هؤلاء العارفون بهذا الدرب وهذه الطرق وهذه المسالك، وأنه فتح لهم في هذه الأمور ما لم يفتح لغيرهم، الآخرون يرونهم مجانين، يقول هذا فلان فلان مجنون، فلان شاطح، ولكن هم يرون الآخرين مسحورين، يقول يعني هم يرونه مجنون وهو يراهم والله أنكم والله قوم أنتم اللي ما قادرين تستوعبوا ما أنا فيه، أنتم في عيونكم غشاوة،
أنتم فعلا مسحورين بهذه الدنيا. أنا واصل في مرحلة كبيرة بيني وبين الله. وصلت إلى مراحل ضخمة جدا، ويحصل فيها من الهبات مع الله سبحانه وتعالى ما يستطيع الإنسان أن يقدم على كثير من المطبات وهو واثق. مثل ما قلت لكل مقام حال. أيوة، لكل مقام حال. فهذه المقامات التي ربما يندرج فيها مقامات ما يسميه ابن القيم أحوال السر، هو لعله في واحدة من المقامات تكلم عن مقام السر، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى له مع عباده أسرار. هذه الأسرار غير مكشوفة إلا لمن؟ لله، لموهبها من العباد. صحيح. هو يعرف الشخص ما الذي بينه وبين الله. صحيح. بعض الناس مثلا يعرف تماما أنه مستجاب الدعاء، أن الله ما خذله في موطن، يعرف أنه هو مستجاب الدعاء. يعرف أنه ما سأل الله سبحانه وتعالى بصدق وبأوصاف معينة إلا واستجاب الله له. يعني بعض الناس يثق في مقولة النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بهذا الدعاء إلا استجيب له، ويذهب ويدعو بهذا الدعاء ويستجاب له. فهذه مقامات هائلة ومقامات كبيرة. فموضوع الدعاء حقيقة في إطار البعد الإيماني، بعد التقرب إلى الله، بعد اللذة بمناجاة الله. يعني سبحان الله، بعض الناس يخلو فقط ليشعر أنه يناجي ربه، مش عشان يستجيب له، لا، بس هو يهمه أنه يناجي الله. وفي هذه اللذة من المناجاة يقول السلف رضوان الله عليهم: كنا نبتلى بالبلايا، نبتلى بابتلاءات هائلة، فنقع في آلام وأوجاع، فنلجأ نتيجة البلاء إلى الله، فيكرمنا الله بلذة الدعاء وجمال الخلوة والقرب من الله والشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى، ما ننسى معه آلام ما كنا فيه، فقط لأنهم فروا إلى الله. فروا إلى الله. فنحن حقيقة في ظل الواقع المادي الذي نعيشه، وفي ظل الطغيان المادي الذي جعل الحياة كلها 1 زائد 1 يساوي 2، في هذه الأوقات إذا لم نلجأ إلى الله ولم نثق فيما عند الله، نحن والماديون سواء. يعني إذا كان والله أنت ما عندك لا المصائب تذكرك ولا النعم تنبهك، إيش ممكن يذكرك؟ الله عز وجل مثلا يقول: ولقد أخذناهم بالعذاب قال فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. فمتى ما أخذك الله بألم، أخذك الله بعذاب، أخذك الله بابتلاء، يلزمك التضرع والاستكانة وإظهار المسكنة بين يدي الله. هذا مقصود لله سبحانه وتعالى، فإن والله أنت يريد أن يراك داعيا له، يريد أن يراك. ولذلك سبحان الله، من باب التذكير فقط، بعض الناس يقال بأن يونس عليه السلام لما دعا الله قالوا الملائكة تحركت، قالوا هذا صوت معروف في السماء، هذا صوت معروف في السماء، صوت مألوف. فهل أنت الآن، نحن سؤالنا في هذه الحلقة ويمكن أن يكون سؤالا ختاميا، هل أنت بينك وبين بوابات السماء وبينك وبين الملائكة أصوات معروفة أم أنت مجهول في السماء؟ ما شاء الله بعض الناس مشاهير في الأرض يعرفهم أهل الأرض، ولكن مجاهيل في السماء، وبعض الناس مشاهير في السماء ومجاهيل في الأرض. رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره، قال مدفوع بالأبواب لما يأتي إلى أبواب الزعماء وأبواب الرؤساء وأبواب الناس المشاهير، مدفوع بالأبواب، لا أحد لا يؤبه له، مو مقبول ولا معروف ولا من الوجاهات. بينما واحد تلقاه ما شاء الله لابس لبسة كده معينة، مجهول في السماء ولكنه من مشاهير الأرض، مشاهير الأرض. فقضية نحن هنا في مسألة المشهور في السماء لا علاقة له هنا بالغنى والفقر، لا أريد أن أقول بأنه هذا، لا، له علاقة بصلتك بالله. قد يكون شخص سبحان الله مال الدنيا لكنه لا يعني عنده شيء بقدر ما تعني عنده ركعتين في جوف الليل يناجي فيها الله، هذه تعني عنده كل شيء والأموال لا تعني عنده شيء. فنحن حقيقة هذا الموضوع، يعني موضوع الدعاء، نريد أن نقول للناس: عززوا علاقتكم بالله، عززوا ثقتكم بالله، اجعلوا بينكم وبين الله سبحانه وتعالى مفاتيح، اجعلوا مقدمات، وهذه المقدمات كثيرة سبحان الله. يعني بعض الناس يجعل مثلا هنالك سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى في الإنفاق، هنالك سر في الصيام، هنالك سر في تلقي العلم، هنالك سر في الوجاهة. بعض الناس وجيه فيستخدم وجاهته فيما ينفع عباد الله،
صحيح. ما شاء الله قوته مسخرها لهذا الباب، ولكن سبحان الله لا يسخرها على وجه الظهور، تجد خفيا. بعض الناس سبحان الله ينفقون ولا يعرف إنفاقهم إلا يوم موتهم، كما كان علي بن زين العابدين بن الحسين، كان الناس يعني يأتي بالليل ويحاول أن يوزع عليهم الأكل والطعام والشراب ويوزعها خفية، ما عرف إلا يوم موته بالذين يقصلونه، وجدوا أن ظهره الذي كان يحمل فيه الأشياء كله قد أثر على ظهره، فعرفوا وانقطعت عن الناس، فعلموا أن من كان يرسل إليهم هذه الأشياء هو زين العابدين بن الحسين عليه رضوان الله. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم. الشكر موصول لكم شيخنا على هذه الاستفاضة العلمية الكبيرة، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بخير. Oh